طب رجاله، بعد كل سنه وانتم طيبين. انا حابب ان انا اخش في موضوع الفيديو على طول. انا عايز اتكلم النهارده عن حاجه تعتبر من اسوأ الحاجات اللي حصلت لي في حياتي. وليه بقول ان هي اسوأ حاجه حصلت لي في حياتي؟ لان انا بدات اتعلمها من سنتين، ولما بدات اتعلمها من سنتين واشوف فوائدها في حياتي ادركت قد ايه انا كنت مضيع سنين في عمري في الهوا على الارض كده، حاجات كده ملهاش لازمه والله العظيم. زي ما والله لا، انا من سبب الحاجه اللي اتعلمتها من سنتين دي انا قاعد اتطور واتحسن في حياتي بشكل كبير وبشع، لدرجه اللي هو يا جدعان انا مش مدرك، انا ما كنتش مدرك، انا حرفيا انا ضيعت من عمري كتير في الفاضي. فاحنا النهارده هنتكلم بقى في الموضوع ده، وزي ما بيبين من موضوع الفيديو ان احنا هنتكلم عن الصلاه، الصلاه اللي هي علاقتنا بالله. طيب انا اتربيت في بيئه هي عباره عن شيوخ. بيئتي كلها انا ابويا وعمامي كلهم كده مسلمين، ناس مسلمين جدا، ناس مسلمين جدا، ناس متدينين بدرجه شديده قوي، درجه اكتر من العادي. عارف اللي هو اكتر من العادي، اللي هو انت تقعد مع حد تتكلم معاه تلاقيه بيقول لك حديث وقران ومش عارف ايه. فاحنا اتربينا على الصلاه دي ان هي وقت، فاهم؟ اللي هو انت في المأذان اذن لازم تقوم تصلي. اللي هم علموهم الصلاه على 7 واضربوهم عليها على 10. فانا اللي هو خلاص عارف اللي هو انا خلاص فاهم اللي هو هم الحمد لله ما كانوش بيضربونا. يعني انا ابويا ما كانش بيضربني ولا امي كانت بتضربني، الحمد لله ما كانوش بيعنفونا، بس بشكل عام كانوا بيجبرونا على الصلاه. اللي هو سمعت الاذان يلا قوم صلي، يلا قوم صلي، يلا قوم. حتى ولاد عمي كنا قاعدين مثلا بنلعب بلاي ستيشن ولا اي حاجه والفجر يأذن، والله انا فاكرها لحد النهارده. كان عمي يخش بالسلك والله ينزل علينا كلنا، فاهم؟ اللي هو يدور فينا الضرب كده كلنا، يلا قوموا صلوا، يلا قوموا صلوا يا اولاد. فاحنا تعودنا اللي هو ايه، الصلاه دي هي عباره عن وقت، والصلاه دي لله، ده اللي اتربينا عليه وتعودنا كلنا كده. وكلنا لما كبرنا بقينا بنصلي كده، يعني حتى واحنا بنصلي من نفسنا كده احنا اتبرمجنا اللي هو يلا ده انا لازم اقوم اصلي عشان خاطر ربنا ما يزعلش مني، يلا انا اقوم اصلي، انا اقوم اصلي عشان خاطر ربنا. وبقت الكلمه في بقنا دايما كلنا كده، انا واولاد عمي ويعني بص وعمام، اللي هو خلاص احنا بنقول نصلي عشان خاطر ربنا، وبالنسبه لنا اللي بيصلي ده خلاص هو ده الجامد والمثال اللي بيحتذى بيه. فاحنا طول الوقت بنصلي عشان خاطر ربنا. ودي اكتر معلومه غلط، اكتر معلومه اذتني في حياتي. لان انا فعلا بسبب المعلومه دي انا سلكت سكك كتير غلط. ولما صححت المعلومه دي وصححت المسار ده انا حياتي اتحسنت، انا حياتي اتظبطت. احنا ما بنصليش. انت ما ينفعش تصلي عشان خاطر ربنا، انت بتصلي عشان خاطر نفسك. دي اول معلومه كده تحطها في دماغك، احنا بنصلي عشان خاطر نفسنا. احنا كناس عندنا احتياجات، والاحتياجات دي انا هتكلم فيها كتير خالص الفيديوهات الجايه. يعني احتياجات اي علاقه في الدنيا انت بتعملها عشان خاطر احتياج. انت لو صاحبت ولد معين فانت مصاحبه عشان خاطر عندك احتياج. ممكن يكون احتياجك ان انت تنزل تقعد معاه، تنزلك تحكي معاه. احتياجك ان انت مثلا عايز منه فلوس، عايزه يشغلك في حته فلانيه. فاي علاقه في الدنيا هي هدفها الاساسي قايم ورا الاحتياج. حتى الله برضو لازم يكون عشان احتياج، مش اللي هو تحط في دماغك كده انا بصلي عشان خاطر ربنا. لا، هو ربنا مش عايز منك حاجه، انت بتصلي عشان خاطر نفسك، عشان خاطر انت عندك احتياجات معينه فبناء عليها بتصلي. يعني ايه بتصلي؟ الصلاه هي الصله بينك وبين الرب. يعني ايه الصله بينك وبين الرب؟ يعني انا هروح اكلم رئيس الكون كله، رئيس العالم كله حرفيا، وهروح احكي له مشاكلي. انا لو بقول لك ان انت رايح بكره الصبح معلش تتكلم مع رئيس الجمهوريه وتحكي له مشاكلك وهو هيحلها لك، انت هتنام وانت مطمن. والله العظيم للاسف. ليه؟ لانك انت مش ما جواكش حته الايمان بالله دي، ما جواكش حته الايمان بالله دي. طول ما انت حسيت كده ان انت ده اللي هيحل لك مشاكلك، ولله المثل الاعلى مش هيحل لك مشاكلك، انت حته الايمان بتاعتك لسه ما قويتش، لسه ما بقتش قويه. انا في اللحظه اللي انا قررت فيها اللي هو انا خلاص انا رايح اكلم الله عشان خاطر انا عندي احتياجات وعايز ربنا يلبيها لي، انا رايح له خلاص. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. لو حد من عبادك كلمك عليا، قول له ان انا قريب، قول له ان انا هجيب كل الدعوات، وقول له ان انا هنفذ له كل الطلبات وهنفذ له كل حاجه، بس يستجيب لي ويؤمن بيا. يؤمن بيا يعني ايه؟ يعني يقتنع اقتناع كامل لدرجه ان الموضوع ما يوصلش للعقل. يعني ايه؟ يعني تحط في دماغك ان انت عندك احتياجات معينه، عايز تبقى غني، عايز تبقى جامد، عايز يبقى جسمك عضلات، عايز تبقى محبوب من الناس، تبقى محبوب من الناس وتلاقي شريكه حياتك والدنيا بتاعتك تتظبط، وتلاقي البنت اللي انت نفسك فيها والبنت اللي نفسك فيها تحبك والدنيا بتاعتك تتظبط. لازم تآمن ايمان كامل ان الله هو اللي هيحقق ده. يعني ايه ايمان كامل؟ يعني الموضوع ما بيوصلش للعقل عشان يتناقش، وصله للعقل في الاول وبعد كده انت ما توصلوش للعقل عشان تتناقش. انت لما انا بقول لك انت رايح بكره تقابل رئيس الجمهوريه، انت بتبقى حاطط في دماغك ان انا خلاص تمام مشاكلي كلها اتحلت، فما بتوصلش الموضوع لعقلك، بتقول خلاص هو كده كده هيحل لي مشاكلي رئيس الجمهوريه. ولله المثل الاعلى نيجي عند الله ونخيب، واهالينا ربنا على كده، اهالينا ربنا ان الله هو اللي محتاج الصلاه.
يعني للاسف انا اسف ان انا بقول كده، بس هم وصلونا لمرحله وكلهم متدينين بسم الله ما شاء الله، وكلهم بسبح وسواك وجوامع ويلا خش ازهر، خش ازهر، دخلت ازهر قعدت احفظ في ازهر طول عمري ضايع. حتى نفس النظام مدرسيني في ازهر علموني نفس النظام، ان احنا بنصلي عشان خاطر ربنا. انت بتصلي عشان خاطر انت عندك احتياجات. انا قلت لك ان الفيديو ده هيكون من اهم فيديوهات القناه بتاعتي. انا بصراحه عشان اجيب لك على بلا، انا بسبب الموضوع ده هو اللي غيرني، هو اللي حسني، هو اللي خلاني بريمو، واقدر احكي لك قصص من هنا لبكره الصبح عن تجاربي وعلاقتي مع الله وازاي اتحسنت. وانت انا اتعمدت اعمل الفيديو ده في اول رمضان عشان لو حد سمعه للاخر، عشان انا عارف ان في ناس معينه بتسمعه للاخر، اتمنى ان هم ينفذوا الكلام اللي فيه. اتمنى لان انا فعلا وعدت ربنا لما هوصل لحته معينه طول الوقت، واذا سالك عبادي عني، لما حد من عبادي يسالك عني قول له ان انا قريب، وقول له ان انا هجيب له الدعوات، بس خليه امن بيا. يعني ايه امن بيا؟ يعني الموضوع ما يوصلش لعقلك عشان تناقشه. يعني ما تقولش هو هيستجيب لي ولا لا، يا ترى لما اوصل لي فعلا هينفذ لي اللي في حياتي وهيخليني نجم وجامد ولا لا، فعلا هيجيب لي فلوس ولا لا. لا، انت ما توصلش الموضوع لعقلك اصلا، انت ما توصلش الموضوع لعقلك. يعني ايه الصلاه؟ الصلاه هي صله بين العبد وربه. يعني انت رايح تكلم ملك الكون، ملك الكون المسيطر يا باشا، اللي ماسك لك الدنيا كلها، اللي هيظبط لك الدنيا كلها، اللي هيخليك جامد، اللي هيخليك معلش ده اللي هيساعدك ان انت في عز الفقر وعز الخرا اللي احنا فيه، ان انت تتطور وتتحسن، انك تبقى جامد، انك وسط، ان معلش ان انت في وسط عدم الامان اللي هو ما احنا شفنا عدم الامان. يعني في وسط احنا لا في امان في الشغل ولا في امان حتى على السوشيال ولا اي حاجه. احنا شفنا قبل كده اللي حصل في مشاكل لما الناس اتكلمت عن اخواتنا التانيين وصفحاتهم فيها ملايين اتقفلت وهم يعني كانوا بياكلوا منها عيش. طب معلش ما ده عدم امان. مين اللي هيسبب لك الامان ده والراحه ده غير الله؟ وانا حصلت معايا حوارات في الشغل. انا نفسي الناس تفهم ان اي علاقه في الدنيا فهي بتقوم عشان خاطر احتياج معين. حتى علاقتك مع الله لازم تقوم علشان خاطر احتياج معين، انت محتاج من ربنا حاجات معينة فهو هيعملها لك، وبناء على كده انت بتقوم تصلي ازاي؟ انت اول الصلاة دي عشان خاطر لازم تتعلمها صح. انت لو انت رايح تصلي انت رايح مركز كل كلامك على انك انت واقف بتتكلم مع ملك الكون. ملك الكون، انت متخيل انت يعني عارف اللي هو في آية عظيمة كده في القرآن بتقولك وما قدر الله حق قدره. يا جدعان انت راح تتكلم مع ملك الكون، انت عارف يعني ايه راح تتكلم مع ملك الكون؟ يعني انت المفروض تركز في كل كلمة انت بتقولها في الصلاة. اول لما تخش وتقول الله اكبر، فانت بتقول الله اكبر من كل المشاكل ومن كل الحوارات ومن كل القرف اللي في دماغي، فانا هتكلم معاك على نظافة. خلاص انا هبتدي معاك الصلاة. واول لما بتصل وانت بقى في السجود بتبتدي تحكي مشاكلك. هو ليه خلق لك الصلاة 5 مرات؟ هو بيقابلك في اليوم 5 مرات على الأقل. ده انت لو ما صليتش التانية، يعني لو ما صليتش الحاجات النوافل التانية وبتصلي فروض بس، فأنا بقول لك انت بتقابله 5 مرات في اليوم. ال5 مرات في اليوم دول انت بتحكي له كل مرة. يعني مثلا في وقت بين الظهر والعصر، الوقت اللي بين الظهر والعصر ده انت حصلت معاك مشكلة، التانية حصل معاك نعمة. يعني ما حصلش معاك مثلا مشكلة وحصل معاك نعمة، مثلا كنت مثلا بتمنتج فيديو ونزلته على النت وضرب، او عملت حاجة وضربت، انت محتاج ان انت تشكره، لانك انت لما تشكره الموضوع هيزيد. ولئن شكرتم لازيدنكم. لازم تتعامل بالعقليه دي في حياتك. انا خلاص انا اساسا خدت العقليه دي في حياتي كده، وبقيت حاسس ان انا كينج، بقيت حاسس ان انا حر، مفيش حد ليه ملك عليا. عايز اقول لك على حاجه، انا البنت اللي انا كنت بحبها وميت عليها وبص وخرب الدنيا وبص اللي هو انا مستحيل اسيبها، وكنت سمب معاها وحاجه اخر قرف، واتحملت منها اهانه وذل. اقسم بالله لما عرفت المعلومات دي والله العظيم كنت رايح ادعي ربنا بدعوه كده من القلب، اللي هو يا رب انا عايز انساها، يا رب انا عايز انساها، يا رب انا عايز احسش نهايتها بحاجه. اقسم لك بالله انا البنت دي حاليا بشوفها بحس ان هي وحشه، والله العظيم بشوف شكلها بتبقى وحشه، وبقول انا مستحيل انا دي اللي كنت بموت عليها، ودي اللي كان اصحابي اساسا بيتخانقوا عليها. يعني عارف اللي هو ما انا اصحابي انا كنتش مصاحب رجاله. ما انا لما بعد ما عرفت المعلومات دي وبدات اصلي، انا سبت الشغل، انا اترفدت من الشغل بسبب المعلومات دي، وربنا كرمني بشغل تاني احسن بكتير قوي. وانا ما كنتش واخد بالي ان انا بتهان اصلا وبتخان وبيتغدر بيا وفلوسي بتتاكل، وبص وحوارات وقصص والله العظيم، والتانية بتخني وحوارات وعربيات وقصص، حوارات سودة. اقسم بالله لما بدات اصلي واعرف المعلومات دي ربنا بدا ينتشني. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اول لما انا بدات اغير اللي في نفسي وبدات احس كده ان انا بصلي عشان خاطر ربنا، بصلي عشان خاطر انا عندي احتياجات وعايزها من الله،
الناس بتقول لك ايه، الناس تقول لك ايه مثلا، تقول لك لما انا بدات اتكلم مع واحد صاحبي في الموضوع ده وبدات اخده لنفس السكه اللي انا خدتها فيها عشان انا بحبه في الله، هو احمد عاطف فرح، بيقول لي مثلا يا هادي لا ما ينفعش، انا لازم اصلي عشان خاطر ربنا، وانا ما ينفعش اروح له عشان خاطر عندي احتياجات، ولازم اصلي عشان انا مؤمن بيه. يا ابني انت اساسا اكبر ايمان بالله ان انت تحط في دماغك ان انا رايح انت اصلا احنا ما شفناش الله، احنا ما شفناش الله، احنا بنشهد ان لا اله الا الله. انت اكبر ايمان بالله ان انت رايح تصلي وانت متاكد مليون في الميه ان هو هيحقق لك احلامك وهيحقق لك اهدافك، وان انت رايح بتتكلم مع الله انت مدرك تماما ان هو سامعك. ده كل ده ايمان بالله. هو مش عايز منك غير كده، هو مش عايز منك غير كده. هو مين قالك ان هو عايزك تصلي وتروح الصلاه ما تقومش من النهارده تصلي غير وانت رايح عشان خاطر عايز حاجه، وانت رايح عشان خاطر عشان عايز حاجه. حتى لو مش حتى عارف، بص انا وصلتها لك، قلت لك حتى لو مش عايز حاجه. يعني انا مثلا من الظهر للعصر، ومن العصر للمغرب، ومن المغرب للعشاء، بتحصل بينهم فترات، فانت رايح تصلي وانت من الظهر للعصر حصل حاجه مثلا حلوه، فانا بروح اشكر ربنا عليها، ارجع عليها زادت، اروح اشكر ربنا مثلا يا رب الحمد لله ده ايه ده الفيديو بتاعي جاب $5، ارجع ابص راح الاقيه زاد لي 7 و8 و9 وتاني يوم 15. بيزودك. حصل حاجه وحشه، يا رب انا حصل موقف فلاني فلاني مع اللجنه العلانيه، وانا حسيت ان انا اتهنت، وحسيت ان انا لازم اخد حقي، وحسيت ان انا لازم اعمل 1 2 3، وتتكلم معاه بصراحه، وتتكلم معاه بصراحه. واذا سالك عبادي عني فاني قريب قريب قريب. عارف مثلا لما مثلا ايه يقول لك ايه، يكتبوا لي تحت على الفيديوهات اللي هو هادي انا بحس ان انت قريب مني، بحس ان انت فاهمني. ما بالك الله، الله خلق الكون وما قدر الله حق قدره. انا اتمنى اكون قدرت الله حق قدره في هذا الفيديو. يعني عارف اللي هو ايه، احنا بنتكلم على الله، تخيل الله قريب منك وانت بتحكي له عن مشكله، هيحلها لك ازاي، والدنيا بتاعتك هتبقى حلوه ازاي. بس قوم اشتغل واعمل، قوم اشتغل واعمل وسوي واعمل. انت لما تعمل الخطوات اللي انا بقول لك عليها دي، انت نفسك هتنضف، انت نفسك هتشتغل. هنتكلم في حاجات كتير قوي بتاذي الشباب زي الافلام الاباحيه، وهنتكلم في حاجات كتير قوي. انا عارف الكومنتات اللي بتتكتب، بس يا جدعان بالله عليكم خدوا بس الفيديو ده كاساس، وشوف حياتك هتتغير ازاي. شوف حياتك هتتغير ازاي. قوم وانت رايح تصلي، قوم عشان عندك حاجه، عارف حاجه. يعني مثلا عارف اقسم بالله كل العلاقات، وانا يعني سبحان الله، عارف اللي هو ولله المثل على كل العلاقات، في كل العلاقات لازم تكون قايمه لحاجه. انت بتقدم حاجه لحد وحد بيقدم لك حاجه، صاحبتك حبيبتك حبيبك مش عارف صاحبك، كل بتقدموا حاجات لبعض. الله هو الوحيد اللي مش عايز منك اي حاجه، هو الوحيد اللي مش عايز منك اي حاجه. هو الوحيد اللي بيديك عطايا بشكل هو مش عايز منك اي حاجه. في اي وقت، اي وقت قوم كده صلي، اي وقت اللي هو قوم صلي. انا دلوقتي مبسوط، اقوم اشكر ربنا ان انا مبسوط، هلاقي نفسي اتبسطت اكتر. اقوم اشكر ربنا ان انا خدت مرتبي بزياده، الاقي ربنا ظبطني اكتر. كنت عايز احكي قصص كتير قوي وحاجات كتير قوي في موضوع الفيديو ده، بس انا مضطر ان انا اقفله عشان خاطر انا اتكلمت كلام كتير قوي هشيله في المونتاج بصراحه عن الشغل اللي كنت شغاله والظلم اللي انا ظلمته. وانا مش حابب ان انا انزل في كده على النت، بل حابب ان الفيديو بتاع رمضان الاولاني كده تكون الدنيا مرتاحه، وبعد كده نسخن عادي ونطرش في بعض ونتكلم. ولسه الفيديوهات اللي جايه فيها حاجات كتير قوي. سلاموس.